في الفيديو اللي فات وريتكم هستخدم ايه في 2025 واستخدمت ايه في 2024 وايه هو المناسب ليا في الوقت ده. النهاردة هنكمل ازاي نبدأ نعمل الفيوتشر لوك. زي ما اتفقت معاكم انا هستخدم دي واعمل فيها الحاجات اللي بتبقى في الاول اللي هي الفيوتشر لوك والكورسز. كل حاجة انا بستخدمها هعملها في النوت ليست الصغيرة دي. هوريكم ازاي. اول حاجة هعملها ولا غنى عنها هي الفيوتشر لوك. جبت ورق ملون، ورق ستيكي نوتس، على ورق ميمو بتاع ملاحظات عادي، على ورق اسمه زي ورق صابون كده. المهم جبت مجموعة اشكال متنوعة نفس اللون بيبقى زاهي ولون الباستل بتاعه. قبل اي حاجة انا جمعت الاول كده في ورقة خارجية سريعة ايه هي الايام اللي هتبدأ من يوم الاربع والايام تبدأ من يوم الثلاث واللي تبدأ السبت وهكذا، وجمعت انا عايزة كام واحدة من كل حاجة عشان يبقى سهل عليا الطباعة. انا اللي متابعني بقاله فترة عارف ان انا عندي اختام خاصة بالسنة كنت جايباها من زمان قوي، فانا ببدا اطبع الكالندر بعد ما انا اتاكدت كويس انهي يوم هيبدا امتى، لان دي تبقى مشكله لو اتعملت غلط. طبعا وانا بختم الكالندر بسيب مساحه ان انا هكتب فيها ايام الاسبوع من فوق. والسنه دي ما استخدمتش الوان في الكالندر لان كده كده اصلا الورقه متلونه، فانا بس اللون الوحيد اللي استخدمه اللي هو الاسود، واللون الاحمر هعمل بيه ايام الاسابيع من فوق، ودي برضو لازم نظبطها واحنا بنحط ايام الاسبوع عشان يجي اليوم بالظبط تحت الرقم بتاعه. دلوقتي انا خلصت 6 شهور، ال6 شهور دول كل شهرين بادئين بنفس الوقت زي بعض، مثلا يعني يوم بادئ من الحد، يوم بادئ من الاثنين، وهكذا زي بعض. هكمل باقي الشهور بعد كده هرصهم وابدا اقص الحواف. انا عايزه اقصه بالظبط على قد الكالندر، بحيث ان النوت ليست بتاعتي دي صغيره، فانا عايزاها يتناسب معاها مع حجمها، وفي نفس الوقت يبقى يديني شكل حلو، ولا اني جرت على الكالندر ولا اني خدت من مساحه الورقه بتاعتي. بعد كده هبدأ أحدد بقى عدد الصفحات اللي أنا عايزاها. طبعا احنا عندنا 12 شهر، فأنا قسمتهم إن كل صفحتين قدام بعض هياخدوا 4 شهور، وهبدأ أقص الزيادات من فوق. أنا استخدمت القطر هنا، بس القطر كان مغلبني بصراحة، كان تعبني، ففي الآخر رحت مستخدمة المقص عشان أقدر أظبط الحتة اللي فوق. عايزة أعمل زي حاجة اسمها داتش تور، اللي هي إيه، من تحت أنا أقدر أقلب الصفح لكن عنوان واحد، العنوان بتاعهم كلهم فيوتشر لوج. فاستخدمت برضو ختمات بالحروف، ورحت ختمة بالأشكال دي. هبدأ أفصص كل حرف لوحده وبعد كده هلزقهم جنب بعض. في الآخر ممكن ألونهم أو ممكن أسيبهم زي ما هما. هي أصلا الختم اللي أنا مستخدماه ده فيه باترن حلو اللي هو زي مقلم كده، التقليمة دي مدية شكل حلو للحرف. هستخدم طبعا الجلو العادي لأن ده ورق، أنا أصلا ختماه على ورق، مش ختماه على ورق تقيل، ختماه على ورق عادي، ورق طباعة عادي خفيف 80 جرام. بعد كده هحاول ألزقهم جنب بعض بشكل حلو، وفي الاخر خالص همشي عليهم باللي هي الاداه بتاعه السكورينج تول. الاداه دي حلوه جدا، مفيده في اي حاجه انا عايزه افردها. ممكن تستخدموا انتوا اي حاجه عندكم زي سباتيولا خفيفه كده تخلوها بس الاعمال الفنيه. دي بتثبت معايا الحاجه كويس وبتوزع الجلو تحت الرسم. بعد كده هستخدم استيكرات عشان ازين بيها. استيكرات دي استيكرات اللي هي منفصله. انا عندي كذا شكل، هاخد بقى شكل اللي هو زي الارنب وعليه فرع شجر ده. عايزه حاجه كلها تبقى حاجات اللي هي زي ايه، زي سيم الغابات الخفيفه، سيم شتوي خفيف كده، فيه احمرات وبرتقانيات. وهاخد برضو المشروم هحطه في النص. المشروم كنت فاكراها مشرومايه بس طلعت ايه، يعني كل 3 مع بعض. احاول كده ادي شكل خفيف، وفي الاخر هاخد شكل عامل زي ايه، زي شكل الكرز كده ملزوقين مع بعض. هبدأ بقى دلوقتي اقسم الصفحة بتاعتي. انا قلت ان كل صفحة هتاخد شهرين والصفحتين قدام بعض هياخدوا 4 شهور، فهحاول اوسطن بالظبط اجيب النص. فانا لازم استخدم المسطرة عشان المساحة بتاعتي تبقى متساوية. هعمل كده في كل الصفح وهبتدي بقى الزق. اهم حاجة وانا بلزق برضو هرجع تاني للتقسيم اللي انا عاملاه، اللي هي شهر يناير بيبدأ من اول امتى وشهر فبراير من اول امتى، عشان ما اجيش في الاخر اتلخبط. بس قبل ما الزق بقى الشهر لازم طبعا احط اسم الشهر، عشان دي انا السنة اللي فاتت لو تلاحظوا في الفيديو كنت عاملاه بعد ما عملت حطيت الكالندر نسيت احط الشهور، فحطيتها في الاخر فكان شكلها داخل في وسط الكلام اللي انا بكتبه تحت كل كالندر. فبرضه استخدمت اختام خاصة بالبلاننج، ورحت كاتبة كل شهر. وبعد كده في الاخر بقى هبدأ ألزق أثناء الشهور. يعني قد يكون الفيديو هنا متسجل يعني حوالي 6 دقايق بعرضه، لكن هو خد مني وقت أكبر من كده بكتير جدا.
بس الوقت ده كان وقت ممتع، وده بيبقى مرة واحدة بس في السنة باخطط فيها لطول السنة، فأنا باستمتع بكل حاجة باعملها. أي نعم التصوير بيكون مرهق عشان أحاول أشوف الجزء ده واضح والّا لأ وأنا باصوره، طب إيه اللي عايز يوضح أكتر، لكن في المجمل بيكون جزء ممتع جدًا. باخطط للسنة، السنة بتاعتي هتمشي إزاي، وفي نفس الوقت تكون شكلها بسيط وحلو في نفس الوقت. أنا كنت ناوية زي ما قُلت لكم في الأول إن أنا أعمل اللون الباستل وعكسه اللون اللي هو القوي، بس في الآخر قُلت لأ، لمّا تبقى كل الصفحة لونين بس مش حاساها حلوة، فأنا رُحت مستخدمة كل الألوان وأنا باختم الكالندر، فبقت يعني كل صفحة فيها لونين ظاهرين ولونين باستل. في الآخر بقى هاحط عندي وشي تيب رفيّع كده هازيّن بيه أطراف اللي هي الأبواب الصغيرة دي، هاختار كل صفحتين قدّام بعض هاحط فيهم نفس الوشي تيب، لكن هاجي في الصفحة اللي وراها هاغيّر الشكل. في الآخر هاحاول أوريكم بالتفصيل الشكل بالضبط. الأشكال دي cute جدًا، كنت جايباها من علي إكسبريس من فترة كبيرة. في مجموعة منهم بصراحة بتغلِّب في إن أنا أعرف أفصلها، لكن في مجموعة تانية كانت حلوة ما شاء الله يعني، خصوصًا إن الأجزاء الرفيّعة بتبقى صعبة أوي. أنا هنا باحط ليه المات تحت الورقة، لإن الورق أبيض على بعضه، فأنا مش شايفة الحتة اللي أنا بالزق فيها فين، فلازم أحط المات تعلّمني. وفي الآخر بقى رُحت جايبة القلم الأخضر عشان تأدّي شكل بس كده الأبواب من فوق، ويبقى شكلها حلو، ما تبقاش شكلها مكان تقطيع الورق كده. أنا كده خلّصت تكوين الfuture look بتاعتي، هنا باكتب فيها أي أحداث جاية في خلال الشهر ده من السنة، أو ساعات كمان حاجة أنا أنجزتها في السنة دي وعايزاها تبقى من ضمن الhighlights بتاعتي، فأنا باكتبها في الصفحات دي. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل باقي صفحات الjournaling. أشوفكم على خير.